النهارده جاية أتكلم معاكم عن فكرة الخيانة، وإزاي أفهم الدروس المستفادة من الخيانة، وإزاي أعرف أتخطى. طيب، هي الخيانة بتكسر في الشخص اللي اتعرض للخيانة حاجتين: الثقة والأمان. فدول أكتر حاجتين هو بيبقى محتاج يشتغل على نفسه فيهم في مرحلته مع التخطي. أشكال الخيانة بتبقى أشكال مختلفة وليها بدايات، وقصدي هنا من أشكال الخيانة إيه الريد فلاج اللي بيقول ممكن هذا الشخص يخون. فعشان ليه؟ علشان ما تبقاش الصدمة صعبة. كده كده الخيانة من أصعب المشاعر اللي ممكن الإنسان يمر بيها، بس كمان لو كان في كده مؤشرات بتقول لنا يمكن حدوث الخيانة، فلما تحصل تبقى صدمتنا أقل. كمان لو نقدر بقى نشتغل على الحاجات دي، يعني الحاجات دي لو موجودة ما استبعدش الخيانة، ما استبعدش فكرة الخيانة. زي ايه؟ زي الكذب المستمر. الشخص اللي بيكذب باستمرار ما استبعدش ان هو يخون. الشخص اللي ما عندوش وفاء بالوعود، بيوعدني وما بيوفيش، ما استبعدش ان هو يخون. الشخص اللي بيتجاهل مشاعري وما بيخلينيش اعبر عنها ومشاعري مش مهمه بالنسبه له. الشخص اللي ما عندوش ثقه في قدراتي ودايما بيقلل مني ودايما بيحسسني ان انا مش مهمه. الشخص اللي ما بيحاولش ان هو يعمل تواصل معايا، طب ايه الجديد عندك، طب ايه الجديد عندي، ومفيش كده تواصل ما بيننا. الشخص اللي ما بيحطنيش أولوية، مش حاططني ضمن أولوياته، مش حاططني ضمن اهتماماته. فلما دي تكون موجودة ما استبعدش فكرة الخيانة واشتغل بقى على الحاجات دي، ما استناش لما تتحول لخيانة. طيب، ليه بيظهر لي الخيانة في حياتي؟ ايه الدروس المستفادة؟ أول حاجة فكرة جلد الذات. لو أنا شخصية بجلد ذاتي باستمرار، ابقى عارفه ان ده من احد الحاجات جايه تشاور لي الخيانه، جايه تشاور لي على فكره جلد الذات. الخيانه جايه تشاور لي على حدودي الضعيفه، مش عارفه احط حدود قويه. الخيانه جايه تشاورني على العطاء الغير متوازن. انا بحط اللي قدامي دايما اولويه، بضحي عشان اللي قدامي، فعندي عطاء غير متوازن. الخيانه جايه تشاور لي على الخوف من الفقد، انا خايفه يبعد، انا عايزاه موجود دايما، فالخوف من الفقد. الخيانه جايه تقول لي انت تجاهلتي مشاعر وسكتي عن مشاعرك وعن احتياجاتك، وبالتالي جه الشخص اللي داس بقى على المشاعر دي. فدي الحاجات اللي الخيانة جاية تقولها لي. طيب، ازاي اتعامل مع الخيانة؟ اول حاجة بتعامل معاها على المستوى النفسي. بتعامل مع الخيانة على مستواي انا النفسي، بشوف الاضرار اللي وقعت عليا، ما اجريش اقول هعمل ايه مع اللي قدامي، هتصرف ازاي مع اللي قدامي. تاني، احنا من الحاجات اللي خلت الخيانة تظهر ان انا ما بحطنيش اولوية، فلما اجي احل احطني اولوية. فالخيانه اشتغل على المستوى النفسي ليا ازاي؟ اول حاجه ارجع لنفسي تاني، هو انا كنت عامله ازاي بقى قبل ده، قبل الخيانه، قبل القصه كنت انا عامله ازاي. الحاجه التانيه، حطي حدود صح، الحدود اللي اكون مرتاحه فيها. فكره ان انا عندي بعض المفاهيم كده: الحب تضحيه، الحب تنازل، الحب اذى. المفاهيم دي محتاجه تتغير، الحب مش كده. فكره ان انا ببقى عندي احاسيس معينه، عندي مشاعر معينه، واتجاهل واقعد اقول لا اكيد ما يقصدش، لا اكيد بتاع، وانكر مشاعري، ما احاولش ان انا اتعامل معاها، اخد بالي من ده. فكره ان انا اهمالي لنفسي، ان انا دايما المهم اللي قدامي مبسوط، اللي قدامي حاجته موجوده، اللي قدامي راضي، وانا مهمله لنفسي. طيب، لو الخيانة جاية علشان تقولي جملة واحدة، هتقولي ايه؟ هتقولي حطي نفسك أولوية بما تحمل الكلمة من معنى. ومش معنى كده ان انا شخصية أنانية، مش معنى كده ان انا شخصية ما بشوفش الا نفسي، مش معنى كده. لا، انا بشوفني وبشوف الآخر، مش بشوف الآخر وبعدين بشوفني، لا، بشوفني وبعدين بشوف الآخر. طيب، مراحل التخطي. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان انا لما بمر باي من المشاعر الصعبه الخيانه، الفقد، الخذلان، في مراحل كده لازم اعدي عليها وادي لكل مرحله حقها. ايه المراحل دي؟ اول حاجه الصدمه. اتصدمتي، عيش الصدمه، انا مصدومه، انا مصدومه، انا كذا، انا نعيش ده، ما نحاولش ان احنا نتخطى، لا لا ولا حاجه، وانا كنت اصلا متوقعه، ويلا بينا نتخطى، يلا بينا ناخد قرار يعني. فاعيش مشاعر الصدمه. تاني حاجه، هيحصل لي عمليه انكار، لا لا ما حصلش، لا ده كذا، هو انا ما استاهلش، في انكار لان هو حصل. الحاجه الثالثه فكره الانهيار، ان انا اسمح لنفسي بان انا انهار، حاجه مؤلمه وحاجه مؤذيه وحاجه متعبه، اسمح لنفسي ان انا انهار. اسمح بمشاعر الغضب، انا عملت ايه؟ ده انا كنت بدي بزياده، ده انا كنت كذا، ده انا كنت مش عارفه ايه. فاسمح لفكره مشاعر الغضب. الحاجه التانية فكره المساومه، طب لو كنت
ما اهملتش في كذا، طب لو كنت اديته فرصه في كذا، طب لو كنت ما عملتش كذا. افهم ان دي مرحله المساومه. المرحله اللي بعد كده فكره الحزن، انا حزينه على اللي حصل لي، انا حزينه ان الدنيا وصلت بيا لكده، ففكره الحزن. اخر حاجه هي التقبل. كل مرحله من المراحل دي انا محتاجه امر بيها، لان مروري بيها هيخليني عارفه اتخطى وعارفه اتعافى وعارفه اطلع بره وعارفه اطلع لقدام. طيب خلاص انا مريت بكل ده، ببدا اسال نفسي سؤال: ايه القرارات اللي انا محتاجه اخدها؟ اول قرار، انا هكمل ولا مش هكمل؟ ده اول قرار بعد ما كنت اتعاملت معايا نفسيا. هكمل ولا مش هكمل؟ هكمل ليه خطوات ومش هكمل ليها خطوات. مش هكمل ليها المواجهه، ليها ان انا قررت الانفصال، ليها ان انا ايه الخطوات اللي هتبدا تتعامل. طيب مش همشي، هكمل في هذه العلاقه. محتاجه اسال نفسي سؤال: النمط اللي قدامي لو واجهته هيسمع، يعني هيستجيب، ولا لو واجهته كده كان بيعملها من ورايا هيبدا يعملها من قدامي؟ محتاجه اسال نفسي السؤال ده. طيب لو انا واجهت، ايه المكاسب اللي هاخدها؟ ولو ما واجهتش، ايه المكاسب اللي هاخدها؟ النقطه الثانيه، ايه المشاعر اللي موجوده جوايا لحد دلوقتي وانا حاسه ان هي لسه بتوجعني، لسه محتاجه ان انا اشتغل عليها؟ طيب النقطه اللي بعد كده، ما ادورش على فكره اللوم والعتاب على قد ما ادور على ايه الدرس، ايه النقطه اللي اطورها في علاقتنا او في علاقتي معاه علشان اتلافى الاخطاء اللي ادت بينا لفكره الخيانه. فايه بقى؟ ايه المشاعر دي؟ تاني حاجه، ايه السلوك، ايه التصرفات، الدرس المستفاد، الدرس الكبير المستفاد من التجربه دي جاي عشان يشاور لي على ايه عندي. طيب اخر نقطه هي فكره اعاده بناء الثقه بالنفس. ازاي؟ كيف اثق بنفسي؟ بحاجتين: اول حاجه ان انا بشوف ايجابياتي وبكتر، وما اشوف ايجابياتي اشوفها مش بس قولا، افعال. انا عملت ايه؟ انا لما حصل كذا عملت ايه؟ بشوف نقاط الضعف عندي وببدا اشتغل عليها وببدا اقويها وما تبقاش نقاط ضعف. طيب قررت ان انا اكمل، محتاجه اتخلى عن فكره احنا هنقعد، لو انا هواجه هنقعد وهنتكلم وما عدتش هفتح الموضوع ده تاني. طب انا مش هواجه، ما عدتش هفتح الموضوع ده تاني مع نفسي، انا شغاله على التعافي، شغاله على فكره ازاي علاقتي بيه تبقى احسن. ما ينفعش وانا بشغاله على علاقتي بيه تبقى احسن ابقى بفكر هو عمل كده ليه، وارجع تاني لنقطه زيرو. انا قعدت مع نفسي واتكلمت ومشاعري طلعت، محتاجه ما افتحش الموضوع ده تاني. سواء واجهته مش عندتش هفتح معاه الموضوع ده تاني، او ما واجهتوش فما عندتش هفتح الموضوع ده مع نفسي. عشان كتير بنقع في حته انا واجهته فكل شويه افكره بالغلط اللي عمله وكاني بعمل له تانيب ضمير لحد ما اخليه اعتاد على الغلط اصلا، ما عادش شايف ان هو غلط. طيب الحاجه التانيه، لو انا بشيل مسؤوليات في هذه العلاقه مش بتاعتي، لو سمحتي نرجع المسؤوليات لاصحابها. محتاجين تغيير بقى في السلوك وتغيير في المشاعر اتجاه بعض، محتاجين تجديد تاني في العلاقه ما بيننا، محتاجين نحط حدود واضحة، محتاجين توازن في العطاء بيني وبينه. طيب في تمرين كده بسيط بعد ما اكون عملت كل المراحل دي، التمرين ده بيقول لي انا تخطيت فعلا ولا لسه لم اتخطى بعد. وتاني التخطي وانا جوه العلاقة مش وانا بره العلاقة، مش وانا بره قرار الانفصال. لو انا حتى قررت انفصل اتعامل لحد ما افهم الدروس المستفادة وبعد كده اخد قرار الانفصال. طيب فالتمرين ده بيقول ايه؟ ايه ايه الحاجة او ايه الشعور اللي لحد دلوقتي لسه بيوجع؟ انا التمرين ده عشان ايه؟ علشان اعرف انا فعلا تخطيت ولا ما تخطيتش. فايه الحاجة اللي لحد دلوقتي، ايه الشعور اللي لسه لحد دلوقتي بيؤلمني بيوجعني؟ الشعور ده جاي عشان يقول لي ايه؟ ايه اول خطوة هحطها علشان احقق اللي انا قلت عليه ده، احقق الدروس المستفادة دي؟ اول خطوة هعملها ايه؟ ايه جمل الامان اللي انا هستند عليها؟ زي مثلا قراري ان انا اكمل ده عشاني، ما اقعدش بقول عشان الولاد، عشان ده عشاني، عشان انا شايفه ان انا استاهل فرصه تانية. الامان او الثقه بجيبها من ثقتي بنفسي، من اماني بنفسي. فاحط شويه جمل كده يفكروني بالخطوات اللي انا اشتغلت بيها على نفسي. تجربة الخيانة من التجارب الصعبة جدا، مش سهلة، بس بما ان ربنا قدر ان انت تتحط فيها اذا انت قدها، اذا انت عندك من القدرات والمهارات اللي تؤهلك للتعامل مع التجربة دي. تجربة الطلاق
أو الخيانة، يا إما وقررنا إن إحنا هنكمّل، ممكن تطلع منها علاقتنا أفضل من الأول، ممكن جدًا. لو الطرفين قرروا إن هم يشتغلوا على علاقتهم ببعض، وجددوا النية، وجددوا الأهداف من وجودهم مع بعض مرة تانية. فهل الخيانة نقطة نهاية؟ لأ، نقطة بداية جديدة، سواء علاقتي بنفسي، علاقتي بالطرف اللي خاني، أو علاقتي بأطراف تانية جديدة، أو أطراف تانية هتخش في حياتي. أنا لايف كوتش شيماء حزة، أشوفكم على خير.